اهلا بيكم يا حلوين. النهارده هنعمل فطائر او قرص مع طبقه كاسترد كده من فوق، مديه طعم وشكل حلو قوي غير اي قرص كلتوها قبل كده او لسه هتاكلوها. قبل اي حاجه حابه اشكر حبايبي اللي انضموا هنا معانا في القناه، سواء بقى اخ واخت، بجد متشكره قوي، دي حاجه تساعدني جدا. ايوه كده يا ولاد، كبروا القناه كده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك عشان بيشجعني جدا، ولو عجبكم الفيديو شير مع اصحابكم، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا. يلا نبتدي. اول حاجه هنعملها هي الكاسترد عشان يلحق يبرد. معايا صفار بيضة وكمان كوباية لبن عادي من التلاجة، ونحتاج كمان معلقتين سكر من الكبيرة، معلقة الأكل يعني. وهحتاج كمان معلقة كبيرة من النشا، مش ملانة قوي عشان ما يقفش مننا كده ويبقى تقيل. وهحتاج كمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وافضل اقلبهم على البارد كده لحد ما يختفى النشا كده. وبعدين ارفعهم على النار وافضل اقلب لحد ما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، او اللي انتوا ايوه هو ده. وبعدين بقى ابدا ان انا اغطيها بكيس بلاستيك كده عشان ما يكرمش مننا او ان هو يعمل قشره من فوق كده. تمام. وبعدين بقى نبدا نعمل العجينه. هنحتاج كوبايه حليب دافي، بس مش هضيفها كلها، هضيفها تدريجيا على ما اشوف كده الدقيق بتاعي ياخد قد ايه. وحطيت كمان معلقه كبيره من الخميره ومعلقتين من السكر، واقلب تقليبه كده. لو احنا بقى شاكين ان الخميره بتاعتنا بايظه او فيها اي حاجه، نحط السكر والحليب والخميرة ونسيبها شوية كده لحد ما تعمل فوم من على الوش، وبعدين نبدأ ننزل البيضة وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا وكمان بقى معلقتين من الزيت، وأقلب تقليبة كده. وبعدين أضيف 3 كوبايات من الدقيق زائد معلقة كبيرة من بتاعة الأكل، هيسووا معانا كده 400 جرام. طبعا الدقيق بتاعنا منخول. وحطيت كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر وكمان رشة ملح. تقليبة وأقلب بقى أو أعجن بقى لحد ما تبقى معانا عجينة ناعمة وطرية. واحط كمان معلقة كبيرة من الزبدة او سمنة، ولو حطينا زيت هنحط معلقتين كبيرة من بتاعة الاكل بدل معلقة الزبدة اللي احنا حطيناها دي. اضيف بقى بقية الحليب بتاعي، او ممكن مثلا لبن رايب، او ممكن مية دافية براحتكم، واقلب. وبعدين اعجن كده حوالي 10 دقايق لما تتلم معايا عجينة ناعمة وطرية. عايزينها عجينة طرية عشان المعجنات تطلع معانا طرية كده وحلوة. غطيها بقى بكيس بلاستيك وفوطة كده واسيبها تخمر، واجيب الكاسترد بتاعي واحاول ان انا افكه كده لما يرجع قوامه كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. افضيه بقى في كيس بلاستيك كده او كيس حلواني، وبتبقى رفيع كده من اللي هو بيكتب الاسامي على التورت والجاتوهات والحاجات دي. بعد ما العجينة خمرت معايا افضي الهوا منها واحطها بقى على الترابيزة او الرخامة، ومش هتحتاج لا رشة دقيق ولا اي حاجة. هي العجينة حلوة ولذيذة. ابدأ ان انا افردها بقى زي ما احنا بنفرد السينابون كده، مستطيل كده. وابدأ ان انا اقطعها شرايح كده، وممكن كمان نعملها ميني، يعني ان احنا نقطع الشريطة دي نصين كده ونعملها ميني صغيرة كده، صغنطوطة، بدل ما تبقى كبيرة كده للولاد الكبار نعملها بقى صغننة كده للولاد الصغيرين في اللانش بوكس، تبقى تحفة. واحاول بقى اوسع اللفة كده واحنا بنلفها، وبعدين اشيلها على ايديا كده. واحاول كمان ان انا افردها كده الطروف زي ما انتوا هتشوفوا كده، عشان الحتة دي تبقى شبه الوردة كده، عشان الحتة دي بقى اللي احنا هنحط فيها الكاسترد بتاعنا اللي احنا هنزينه. ايوه زي ما انتوا شايفين كده، نحاول ان احنا نفرد كده زي شبه الوردة كده، شكلها تحفة قوي. بحطها بقى في صاج مدهون دهن الزيت، واحاول ان انا اسيب فراغات كده وانا برصها في قلب الصاج عشان تاخد راحتها في التسوية وكمان في التحمير. بخلص كميتي كلها بقى واسيبها تخمر حوالي مرة ونص كده عن حجمها اللي احنا سايبينها فيه. تمام. وما نحاولش ان احنا نخمر الحاجة زيادة عن اللزوم، عشان الحاجة لما بتخمر قوي ما بتبقاش حلوة بجد، وبتبقى بتخرم كده او ان هي تعمل ثقوب كده في قلب العجينة، ما بتبقاش لذيذة، واحيانا بتهبط كمان مننا في الفرن. ها؟ خمرت بقى، ابدا ان انا ادهن بقى صفار بيضة، ربع كوباية من المية او الحليب، ورشة فانيليا، وكمان نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. واحاول بقى ان انا ادهنها كلها كده، ما اسيبش ولا حته مش مدهونه، عشان تطلع لونها تحفه كده زي ما انتوا اول الفيديو كده شفتوه. بس بخلص بقى كله وادخلها بقى فرن. لا ده احنا ندخل فرن ايه، لسه هنحط الكاستر. حطيت الكاستر كده داير ما يدور زي ما انتوا شايفين كده على شكل اللفه اللي احنا لفينا. واحط بقى الشوكليت شيبس ده اختياري، ونحاسب من الشوكليت شيبس عشان ما يبوظ لناش الفوطه اللي احنا هنغطيها. بخلص كده تزيينها
وادخلها فرن مسخن قبل كده في الرف الوسطاني على 180. واول ما تبدأ ان هي تحمر من تحت واتأكد ان هي استوت، اشغل لها الشواية تاخد بس لون حلو كده من فوق، واطلعها اغطيها بكيس بلاستيك، بلاش فوطة عشان ايه، الفوطة والشوكولاتة ما يبوظوش الدنيا. وبس، بغطيها واسيبها تبرد، وبعدين بقى بألف هنا. حرفيا الفطاير دي تحفة جدا، لذيذة قوي. شوفوا قد ايه شكلها عسول كده ومبهجة كده، شكلها حلو قوي. وزي ما قلت لكم كمان ان احنا ممكن نعملها ميني كده للاطفال الصغيرين في اللانش بوكس. انا بعملها عشان الولاد، بجد رهيب. جنب كوباية شاي بقى خطيرة، عن الطراوة بقى والسفنجة كده. بجد حلوة قوي. بس يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا. اشوفكم فيديوهات تانية حلوين، وباي باي.